دايما بقول إن رمضان فرصة جميلة نقرب فيها من ربنا ونرتب حياتنا بطريقة تخلينا ننجز ونرتاح في نفس الوقت. بس السؤال هنا، إزاي ممكن نرتب يومنا عشان نستغل رمضان بأفضل طريقة؟ ده اللي هنعرفه النهاردة من خلال حلقتنا. خلوني في البداية أرحب بكل متابعين بودكاست مراية، وأرحب بكوتش أحمد. أهلا بيك يا كوتش معانا النهاردة. حلقتنا عنوانها إزاي ممكن نعمل روتين يومي فعال في رمضان. جاهز نبدأ؟ اهلا بيك يا كوتش، برحب بيك وبكل مستمعينا في بودكاست مراية. جاهز جدا، لان حلقة النهاردة فعلا جميلة ومحتاجين نتعرف على تفاصيل كتير فيها. في ناس كتير بتحس إن رمضان جه وخلص من غير ما تعمل اللي كانت نفسها تعمله أو تحققه. يعني مثلا ولا ركزت في عبادة ولا ختمت قرآن ولا حتى أنجزت حاجاتها الشخصية اللي كانت حابة تعملها، وبيحسوا بمشاعر سلبية جدا، وإنهم قصروا وضيعوا وقتهم في حاجات مش مهمة وكانوا المفروض ينجزوها بطريقة أحسن. بالظبط كده يا كوتش، علشان كده بقول دايما سواء العملاء في جلسات او تعاملات على المستوى الشخصي، وبأكد ان الروتين مش رفاهية، ده المفتاح الاساسي علشان نحس بالانجاز في كل حاجة بنعملها، وان اليوم مش بيضيع بين النوم والتلفزيون والسوشيال ميديا. طيب كل واحد فينا عنده ظروف مختلفة، في اللي بيشتغل واللي بيدرس واللي مسؤول عن بيت وأولاد، فإزاي ممكن نعمل روتين مناسب لكل واحد؟ سؤال جميل جدا. أكيد كل حالة من اللي ذكرتيهم مش هيكون ليهم روتين موحد، فهنا ممكن نوحد الأولويات ونوزعها على مدار اليوم، يعني مثلا زي العبادات، الشغل، النوم، الراحة. حلو جدا فكرة تقسيم اليوم لفترات، ونخلي لكل فترة حاجة معينة تخلص. مثلا بحدد أوقات زي بعد الفطار، قبل الفجر. الأوقات اللي زي دي ممكن نحدد فيها تاسكات وننجزها. المهم إنك تحط لنفسك جدول مناسب لظروفك ومتوازن بين العبادة والشغل والراحة. في نقطة حابب أقولها، وهي إن لازم نحط في الروتين اليومي بتاعنا حاجات مهمة جدا وفعالة. وهي أول حاجة بنحدد وقت معين للقرآن حتى لو صفحة بعد كل صلاة. حاول تقلل وقت السوشيال ميديا وحدد وقت معين ليها. خلي كمان وجباتك متوازنة علشان يكون عندك طاقة وتكمل يومك بنشاط. طبعا ما تنساش التجمعات العائلية حتى لو نص ساعة يوميا، لأن رمضان إننا نجتمع ونكون قريبين من بعض. وأهم حاجة إنك تكون مرن، لو اليوم اتلخبط عدله أو اعمل اللي تقدر عليه بدل ما تتضايق وتحس بالإحباط والزعل. طيب بنبدأ بحماس وبعد كام يوم بنحس إن الدنيا اتلخبطت، فازاي ممكن نحافظ على الروتين اللي عملناه من غير إحساس بالضغط؟ السؤال ده ممكن يكون فيه كتير فكر فيه، فعلشان ما نوصلش للمرحلة دي لازم نحط أهداف واقعية وبسيطة نقدر إننا نحققها. وكمان المرونة مهمة جدا، لأننا معرضين إن اليوم يحصل فيه أي جديد يلخبط الروتين أو النظام اللي حابين نعمله. وهنا نحاول نعمل اللي نقدر عليه، وعادي نبدأ من جديد. عادي جدا نكتب كل اللي مطلوب مننا في نوتة أو على الموبايل. وطبعا زي ما قلنا بنحدد وقت لكل التاسك المفروض تتعمل. وطبعا الدعم النفسي مهم جدا، لأن التشجيع سواء من صديق مقرب ليك أو كوتش اللي بتتعامل معاه أو فرد من العيلة هيفرق معاك جدا. الروتين وسيلة بتساعدك مش حاجة بتضغطك، فخليك مرن وصبور، وعادي جدا انك تعدل الجدول حسب ظروفك. هو ده اللي هيخليك تستغل رمضان صح وتخرج منه وانت حاسس بانك انجزت وتكون مرتاح ومبسوط باللي عملته. جربوا الخطوات اللي اتكلمنا فيها وابدأوا خطوة بخطوة وشوفوا الفرق هيكون ازاي. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. كان معاكم كوتش أحمد وكوتش إيمان، في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم دايما من خلال صفحتنا بيهابي على الفيسبوك، وقناة مراية على اليوتيوب، وطبعا بودكاست مراية على سبوتيفاي. هتكون اللينكات موجودة في التعليقات. بشكركم جدا على المتابعة، وانتظرونا في حلقة جديدة من بودكاست مراية.